الاجازه بتخلص وما طورتش نفسي زي الناس اللي هناك دي. تعرف يا صديقي ان انا من وانا في اولى ابتدائي بقول الاجازه الجايه انا هاخد كل الكورسات اللي نفسي فيها وهتعلم كل الهوايات اللي انا عايزاها. واعتقد ان لحد دلوقتي ما عملتش حاجه من الحاجات دي. اعمل ايه؟ انا بقى عندي الحل ليك يا طالب يا غلبان. هساعدك ان انت تتعلم اي حاجه انت عايزها في 20 ساعه بس. عايز تعرف ازاي؟ استناني بعد الانترو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتاب من الاخر نرحب بكم. انا مروه خالد ويلا نبدا. The first 20 hours او اول 20 ساعه هو ده كتاب النهارده. ومفاجاه لك يا صديقي، هعمل التطبيق العملي للكتاب، بس اوعى تجري الاخر عشان تشوف، لان انا هرمي لك كده في الطريق تيبس وتريكس هتساعدك. فامشي معايا الحلقه واحده واحده. في بدايه الكتاب بنعرف ان الكاتب جورج كوفمان عنده قائمه بحاجات كتير جدا عايز يعملها، يعني مثلا مهارات كتير جدا عايز يتعلمها، كتب عايز يقراها، او مشاريع نفسه يبدا فيها. زي كده يا صديقي، ادخل كده على النوت اللي على الموبايل وشوف قائمه الحاجات الكتير اللي نفسك عايز تتعلمها. اتعلمتها بقى. الكاتب بتاعنا بقى لما اتولد بنته قرر كونه اب صالح ان هو لازم يشارك مراته في تربيتها، فبالتالي الوقت اللي عنده قل جدا، يعني الوقت يا دوب بيكفي ان هو يربي بنته وانه يخلص مهام عمله، فبقى ما عندوش اي وقت ان هو يتعلم اي مهاره. سنه 2008 الكاتب مالكوم جلادويل عمل كتاب اسمه المتميزون قصه نجاح، واللي فيه قال انك محتاج 10,000 ساعه علشان توصل للمستوى الاحترافي في تعلم اي شيء. ده اللي هو بيعادل ان تتعلم في مواعيد العمل الرسميه كل يوم لمده 5 سنين. طبعا عامله جوفمان سمع ده اتخض. ده معناه ان لو بدا تعلم مهاره دلوقتي هيوصل فيها لمستوى الاحتراف، ويا بنته داخله اولى ابتدائي، البنت اللي عندنا المشاكل دي كلها اصلا. هنا عايزه اطمنك يا صديقي، موضوع ال10,000 ساعه ده لحد عايز يوصل لمستوى الاحتراف، يعني حد مثلا عايز ياخد بطوله عالميه، لكن احنا ناس غلابه على قدنا عايزين نتعلم مهاره نتقنها بس. علشان كده هعمل لك اوفر وهخلي لك ال10,000 ساعه دول 20 ساعه بس. المهم تفهم مبدا جوده الوقت وتعرف تستغله ازاي، وانا هقول لك ازاي. بص يا صديقي، انت عشان تكتسب اي مهاره هتمر ب4 مراحل، وهي كالتالي. رقم 1، هتقسم المهاره الكبيره دي لمهارات فرعيه اجزاء اصغر يعني، وهتفهم ده اكتر في المثال اللي هشرحه لك في الاخر. رقم 2، تعلم بما يكفي عن المهاره الفرعيه لحد ما تقدر تتدرب عليها. 3، ازاله اي حاجه هتعيقك عن التدريب. 4، هتتدرب على المهاره دي 20 ساعه. وهنا انت لازم تدرك فرق ما بين حاجتين، التعلم او التعليم واكتساب المهاره. هقول لك ده بمثال. صديقي، انت بتتعلم الانجليش بقالك كام سنه في المدرسه؟ هقول لك 6 سنين ابتدائي، 3 سنين اعدادي، و3 سنين ثانوي، يعني توتال كده 12 سنه. بس لو شفت سايح اخرك تقول له هلو ثانك يو، وفي اثناء ذلك هتعرق، هتتوتر، وهتحس بالمغامره اللي انت خضتها، وهتقول يا لهوي ايه اللي انا عملت ده كله. لكن اكتساب مهاره زي التحدث باللغه الانجليزيه ده محتاج تدريب مستمر، تحدث مع متحدث اصلي او نيتيف سبيكر، ده هو اللي هيخليك تكتسب المهاره، مش بس ان انت تتعلمها كقواعد وكلمات. وهو ده الكونسبت اللي عايزين نوصل له، تدريب مستمر علشان تقدر توصل ان انت تتقن اي مهاره انت عايزها. وبرده علشان ما تفهمش غلط، التعليم مهم لانه ده اللي هيساعدك ان انت تكتشف اخطائك وتعرف تصلحها. هي من الاخر الدايره وبتكمل بعضيها. سنه 2007 صدر كتاب The Mindset The New Psychology of Success. الكتاب ده بيقول ان في نوعيتين من التفكير او من العقليات، العقليه الثابته وعقليه النمو. العقليه الثابته شايفه ان تعلم اي شيء او اتقان اي شيء بيكون موجود في الجينات، شيء موروث. لكن عقليه النمو شايفه ان التدريب المستمر هو المسؤول عن اتقان اي مهاره انت عايزها. عقليه النمو شايفه ان لو في مثلا حاجه مش عارفه تعملها او في مساله وقعت فيها، بالتدريب المستمر هتعرف تتقنها. عكس العقليه الثابته اللي شايفه ان خلاص انا فشلت مثلا في حل المساله دي، يبقى انا فاشل في الرياضيات ومش هقدر ان انا افهم فيها تاني بعد كده. الخبر الكويس يا صديقي، لو انت من اصحاب العقليات الثابته فانت عندك لسه الفرصه ان انت تبقى من اصحاب عقليه النمو، او ان انت مع التدريب المستمر هتقدر ان انت تكتسب اي مهاره. كمان في نفس الكتاب دكتور دويك بيقول ان المخ شبه العضله، او بمعنى صح مع كتر التدريب بيبتدي ان هو يزيد كفاءته. وهنا نوصل لمرحله مهمه جدا في رحلتنا وفصل مهم جدا في كتابنا، وهي 10 مبادئ اساسيه حطها الكاتب للتعلم السريع للمهارات، وهنمشيهم نقطه نقطه. في الاول كده اختار مشروع تحبه، بمعنى تاني اختار حاجه تكون حاببها، انت اللي مختار انت تتعلم الحاجه دي. احنا في الاخر مش ناقصين مرمطه في حاجه مش حابينها. تاني حاجه، ركز طاقتك في تعلم حاجه واحده في وقت واحد، ما تشتتش نفسك ما بين اكتر من حاجه، لانك لو قررت تتعلم اكتر من حاجه في نفس الوقت يبقى قابلني لو اتعلمت حاجه اصلا. تالت حاجه، حدد مدى الاداء المستهدف، بمعنى اصح حدد السقف اللي انت عايز توصل له في تعلم المهاره دي. رابع نقطه، فكك المهاره دي لمهارات فرعيه اصغر وركز مع مهاره فرعيه واحده. خامس نقطه، جهز كل الادوات الخاصه بتعلم المهاره دي. سادس نقطه، تخلص من عوائق التدريب، اي شيء هيشتتك او هيمثل عائق في هذه المهاره
شيله خالص من قدامك. وانت عارف في اكتر حاجه بتشتتك يا صديقي؟ سابع نقطه، خصص وقت للتدريب. وهنا الكاتب بيقول لنا حكمه، ان انت لو فضلت تقول انا مستني الوقت المناسب، والله هو الوقت مش هيجي اصلا. بمعنى اصح، لو انت فضلت مستني الوقت المناسب، زي بالظبط لو انت مستني تلاقي 25 دولار في جيب البلطو بتاعك، انت اصلا ما بتقبضش بالدولار، انت كحيان، انت ما بتقبضش اصلا. من الاخر يا صديقي، هي 24 ساعه اللي حيلتنا كلها. حدد منها وقت اللي انت بتنامه والباقي عندك. لو قلنا مثلا بتنام 8 ساعات، معاك 16 ساعه، شوف بقى شقلب نفسك فيهم عشان تتعلم المهاره بتاعتنا دي. تامن نقطه، انشئ حلقات تغذيه استرجاعيه. يعني بمعنى اصح، خلي عندك حاجه تعرف منها الاداء بتاعك ماشي ازاي. 9، تدرب باستمرار والفترات قصيره باستخدام الساعه. 10، اكد على الكميه والسرعه وليس الكواليتي. بمعنى اصح، ركز ان انت تتدرب وتعمل مشاريع كتير، مش تعمل مشروع واحد باعلى كواليتي، مش هيحصل. وعلى مثال ده بيدينا الكاتب مثال صغير جدا. لما جابوا مجموعتين من الطلبه بيعملوا خزف، قالوا المجموعه اعملوا مثال واحد او خزفه واحده بس تكون اعلى كواليتي، والمجموعه الثانيه قالوا ما تهتموش بالكواليتي، احنا عايزين عدد كبير جدا. ولما جم يشوفوا الشغل بتاعهم في الاخر، لقوا ان القطعه الاعلى كواليتي واعلى جوده وشكلها حلو جدا مع المجموعه اللي طلب منها عدد كبير، مش اللي طلب منهم يعملوا واحده بس. لان ببساطه كتر التدريب والاستمرار في ان انت تعمل مشروع ومشروع ومشروع، هتيجي تكتشف التريكات والحاجات اللي هتعلم منك اصلا. هنا انت عرفت الخطوات، بس ناقصك حاجه مهمه جدا، انك تبدا. ما تستغرقش في التفكير وتقول انا هبدا امتى، ولا انا خايف ابدا اصلا. ابدا حالا. وعلى فكره نفس الموضوع تقدر تستخدمه لتنشيط مهاره قديمه، يعني حاجه اتعلمتها زمان ونسيتها انت تقدر تسترجعها تاني بنفس الطريقه. هندخل بقى على فصل مهم جدا، وهو 10 مبادئ للتعلم الفعال. 1، ابحث عن المهاره اللي انت هتتعلمها. قضي على الاقل تلت ساعه بس، ابتدي ان انت ابحث وسيرش كده على اليوتيوب وعلى جوجل عن المهاره اللي انت عايز تتعلمها دي. يعني من الاخر اعرف الطريق بدايته فين واوله فين عشان تبقى فاهم انت ماشي ازاي. تاني حاجه، اشعر بالارتباك. طبيعي ان انت هتلاقي مصطلحات وحاجات انت مش فاهمها وما عدتش عليك قبل كده، انت طبيعي. شعورك بالارتباك ده شيء طبيعي جدا، لان انت كده بدات توصل في الطريق، حطيت نفسك على بدايه التراك. 3، تعرف على النماذج الذهنيه. بمعنى اصح، ابتدي بقى تعرف على المصطلحات والحاجات الغريبه دي، مع الوقت هتساعدك في ان انت تتعلم المهاره وانت نفسك هتبقى بتستخدمها بكل سلاسه. بعد كده، تخيل عكس ما تريده، او بمعنى اصح تخيل السيناريو الاسوأ. وده ان انت تعرف لو فشلنا في الهوايه دي، او مثلا عملنا حاجه عكس اللي المفروض اعمله، ايه اللي ممكن يحصل. وده يخليك تتعرف على المخاطر اللي ممكن تتعرض لها، وبالتالي هتعرف ازاي تحلها، وبالتالي هتمنع نفسك من التعرض لاي خطر. وده بمعنى اصح ممكن نستخدمه اكتر مع الهوايات اللي فيها ممكن مخاطر، زي مثلا لو هتتعلم حاجه لها علاقه مثلا بالسباحه او التجديف او اي حاجه رياضيه، اي شيء له علاقه مثلا ان انت هيبقى فيه خطر ممكن تواجهه، فان انت تتخيل السيناريو الاسوأ ده هيساعدك جدا. اللي بعده، تحدث الى ممارسين لضبط توقعاتك. ومعنى دي، دور على نجوم المهاره دي، الناس الجامده يعني، واسمع لهم، علشان ده هيساعدك ان انت تفهم اكتر. وبصراحه اليوتيوب مليان، اي حاجه انت عايزها هتلاقي ناس جامده فيها جدا هتقدر تتعلم منهم. اللي بعده واللي بنأكد عليها دايما، تخلص من التشتيت. وانت عارف ايه اللي بيشتتك؟ استخدم التكرار المتباعد، يعني تدرب على المهاره دي بشكل دوما على فترات متباعده. ضع ثقلات وقوائم تحقق. بمعنى اصح، ان لو الهوايه دي ليها مثلا روتين معين بيتعمل قبليها، خلي عندك روتين الخاص بيك وخليك جاهز وحافظه، بحيث ان انت تسهل عندك، تبقى خلاص الموضوع سريع جدا بالنسبه لك. وتاسع نقطة، ضع توقعات واختبرها. 10 نقطة بقى بتقول احترم قدرتك البيولوجية. يعني بمعنى أصح، احترم ان انت ما تستغرقش في الهواية دي جامد بحيث ان ده يأثر على ساعات نومك او على اكلك والكلام ده. طبعا الكلام ده للناس اللي عندها دم وبتحس، لكن احنا ناس يا اكتر النوم وما اكتر الاكل واللي احنا بنعمله، فبالتالي النصيحة دي مش لينا. وايمانا مني باهمية التطبيق العملي، وان مفيش فكرة في الكون الواحد يقدر ان هو يفهمها الا لما يشوفها عمليا قدامه، انا قررت انفذ التطبيق العملي وانقل لك خبرتي. يلا يا عم، مش كشف محفوظ بيضحك. في البدايه انا قرات الكتاب، بعد كده حسيت ان انا محتاجه اسمع التوك للكاتب نفسه. الكاتب ليه توك على تيدكس، هحط لك صورته دلوقتي. بعد كده بدات ان انا احدد هو انا محتاجه اتعلم ايه. بصراحه ما اكدبش عليك، في البدايه كانت الخطه مختلفه خالص. انا مهتمه بالايديت وبالمونتاج، وكنت اتعلمته قبل كده علشان القناه، لكن كنت في حاجات ادفانسد شويه محتاجه ان انا اتعلمها، وكنت بفكر ان انا استغل ال 20 ساعه دي علشان اتعلمها. لكن بعد كده قلت انا التحدي ان انا اشوف حاجه انا ما اتعلمتهاش قبل كده، علشان نشوف فعلا هل خلال 20 ساعه هقدر ان انا اتقنها، بحيث ان احنا نتكلم في البيزك. علشان كده قررت ان انا اغير الخطه خالص، وبدل ما يبقى الاديت هتعلم انيميشن. ما خبيش عليك يا صديقي ان علاقتي بالانيميشن ان انا بتفرج عليه بس انا كان نفسي ان انا اتعلمه. وزي ما قلت لك ان معلوماتي عن الانيميشن مفيش، قررت ان انا اعمل سيرش
ودخلت على يوتيوب وابتديت ان انا اشوف اكتر من فيديو بيتكلم عن الانيميشن، واللي اكتشفته ان له انواع كتير جدا وفي اكتر من برنامج واكتر من ابلكيشن وحوار كبير. هنا بدات بصراحه احس بالارتباك وبالحوسه وقلت يا لهوي، وكنت هلغي الحلقه، خصوصا ان في انواع انيميشن بتحتاج مهاره في الرسم، وانا ما اخبيش عليك يا صديقي ما بعرفش ارسم، والله هي دي مهارتي في الرسم. هديت نفسي وقلت خلاص انا هتعلم حاجه وسط الحاجات دي كلها، فقسمت الموضوع لمهارات فرعيه، وتوصلت في الاخر ان انا هتعلم برنامج واحد بس في موضوع الانيميشن ده، هو برنامج الافتر افكت. وده احد برامج ادوبي اللي انا اصلا ليا خبره فيها شويه في برامج تانية زي ادوبي بريمير وادوبي فوتوشوب، فقررت ان اتعلم ادوبي افتر افكت. وبدات ان انا احدد المستوى او الليفل اللي انا عايزه اوصل له. والله الليفل اللي انا عايزه اوصل له خلال 20 ساعه ان انا اخلص الكورس الموجود على اليوتيوب ده، واتدرب على كل حاجه بيعملها واتقنها اعملها زيه بالظبط. بعد كده بقى ممكن ان انا اعمل مشاريع من نفسي بقى، يعني اعمل تغذيه بصريه واعمل حاجات من نفسي، بس خلال 20 ساعه دول انا بعمل الاساسيات بتاع المجال. المهم ان المستوى او الليفل اللي انا راضيه بيه ان انا اعمل انيميشن بسيط يساعدني في القناه. انا مش طالبه حاجه كبيره والله، انا برضه بالقليل. وبدات الكورس، وهنا بدات اشعر بالارتباك تاني، مصطلحات غريبه شويه عليا، شكل البرنامج برضو غريب شويه مش زي اللي انا متعوده عليه في برامج تانية، فبدات برضو اشعر بالتوهه وكنت هلغي الحلقه، بس قلت ولو انا لازم اكمل التحدي للاخر مهما كان المستوى اللي هوصل له. انا فرحانه بنفسي، فرحانه ان انا خدت الخطوه دي، وبدات امشي خطوه خطوه، وجهزت الستوب واتش على 20 ساعه بحيث ان انا احسب عدد الساعات اللي قضيتها في تعلم الموضوع ده. وتاني حاجه جهزت البرنامج وعملت له سيت اب على اللابتوب وجهزت نفسي، ويلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. وقت التصوير حاليا ابقى كدابه لو قلت لك ان انا خلصت ال 20 ساعه، انا خلصت 10 ساعات بس، وعملت كام حاجه كده برضو هبقى اعرضهم لك في الاخر. بس بصراحه احنا لو صبرنا ان انا اخلص ال 20 ساعه الحلقه دي هتطلع بعد شهر. انا بعترف انا بطيئه ساعات، واوقات كمان ان انا مثلا بسوف بضيع وقت، ان انا لو التزمت بال20 ساعه ده نعمه فضل عند ربنا. فعشان كده هنزل لك الفيديو ده وانا لسه ما خلصتش ال20 ساعه كاملين. مع تحريك اول حاجه بدات احس ان خلاص المكنه بتطلع قماش وان في امل، وبدات اتعلم كذا حاجه ونفذت كذا حاجه هوريهم لك كده في الاخر قبل نهايه الفيديو بفويس اوفر على الصور والفيديوهات اللي انا عملتها. وبرده اتعلمت الماسكينج اللي عملت منه الانترو اللي انت شفته في اول الحلقه، ووعدكم اني هكمل بقيه ال20 ساعه، هكمل 10 ساعات الباقيين، واي حاجه هتعلمها وهعملها هنزلها على الفيسبوك وعلى انستجرام، فتابعني بقى عليهم عشان تشوف الحاجات اللي اكملها. يلا في الاول كده يا صديقي دي حاجات سيمبل جدا، بس انت هتشجعني وهنحسبها ان هي حاجات جامده جدا. دي اول حاجه تتحرك قدام عيني. اول مشروع هو حاجة بسيطة بتعتمد فكرتها على الروتيشن وعلى البيرنت، بمعنى تاني ان كل element بيكون تابع للإليمنت التاني اثناء الروتيشن بتاعه، يعني حاجة كده بسيطة جدا زي ما انا قلت بالظبط كده. نيجي بقى لتاني بروجكت اللي انت شايفه حال، دي كانت المخطوطة دي كانت رسمة هوريها لك برضو شوية كده، وكانت صعبة جدا بصراحة، يعني تعبت فيها والله بجد، خدت فيها وقت جامد بس اتعلمت فيها. هي كانت كده وبقت كده، شايف العظمة، الجمدان ده، الحلاوة دي. اهم حاجة الانسان يطبل لنفسه وما يستناش التطبيل من حد تاني، خدها قاعدة هي كده، طبل لنفسك ما تستناش حد يطبل لك. خلاصة التجربة يا صديقي، بصراحة انا شايفاها ان هي فرصة تحفة ان انت تبتدي تكتشف نفسك وتتعلم اي حاجة انت عايزها. انت وانا عندنا مليون حاجة نفسنا نتعلمها وبنقول انا لو اتعلمتها هبقى جامدة جدا فيها، بس علشان تعرف فعلا انت جامد جدا ولا لا لازم تجرب. انت لازم ان انت تشوف المهارات اللي انت عايز تتعلمها دي وتبتدي في كل حاجة مثلا فيها لمدة 20 ساعة. مع الوقت هتكتشف نفسك في الحاجة الصح اللي انت قادر ان انت تثبت نفسك فيها. الكتاب بيقدم لك خطوات واضحة، لو اتبعتها هتقدر ان انت تتعلم جدا. المهم ان انت تشعر بالاهتمام اتجاه شيء وتكرس له كل مجهودك، الحالة الكرسلة دي، وتتعلمه بنفس الطريقة اللي انا قلت لكم عليها. والمهم ان انت تبدأ، اوعى تقع في الحفرة دي لان انا وقعت فيها. بقالي اسبوعين عماله اضيع في الوقت لحد ما اتزنقت قبل ميعاد كتابه الحلقه. والحل الامثل بقى ان انت ورط نفسك، يعني خلاص قررت تعمل حاجه انزل بقى اشتري ادواتها، ورط نفسك في الفلوس، قول لحد وورط نفسك ان انت لازم تلتزم قدامه، ورط نفسك، دي اهم شيء. وبس كده خلصت حلقتنا. متنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب علشان اعمل حلقات تانية وعلشان ما يأس وافقد الشغف، وانا فقدان الشغف بتاعي وحش قوي. وسؤال الحلقه، شايف ان انا شاطره وشطوره ولا لا؟ بصراحه انا شايفه نفسي شاطره وشطوره وقمر واموره وكل حاجه. ويلا نتقابل الاسبوع الجاي الساعه 8. سلام.